لكن ببص ان احنا ازاي نكمل بشكل كويس في النهايه بالظبط، وده اللي حصل الحمد لله. يعني اول امبارح كنا مع حضرتك وقلت لي انا معيش الا 9 اللي بتحسنوا، كنت بتلعب الاهلي وكان الاهلي معاه كان فريق كبير، وكان اعتقد ده كان برضو نقطه ضعف لازم يبقى الدكه على الاقل فيه 15 16 وتختار منهم ال 12 صح؟ بالظبط. ما انا بقول لك احنا عندنا ناقص رامي جنيدي وعمرو الجندي، ودي لعيبه مؤثرين جدا يعني من احسن لعيبه في مصر، وبالاضافه للسوداني، بالاضافه ان احنا يعني ناقصين لعيب محترف ان شاء الله بصدد ان احنا نجيبه. اعتقد يعني احنا ادينا بشكل كويس، كسبنا 4 مباريات من 6، عملنا المباراتين اللي خسرناهم على الاهلي بشكل كويس برغم من النقص العادي ده، قدمنا باسكت بول كويس. لكن اتمنى ان شاء الله ان احنا الفتره الجايه يعني يمكن السوداني بس اللي يقدر يرجع معانا بالاضافه للعيب محترف، اعتقد ان شاء الله شكل الفرقه هيبقى افضل من كده ان شاء الله. طب حضرتك امبارح ومع كابتن احمد مرعي برضه انتوا الاثنين ما كانش عاجبكم التحكيم، النهارده انا حسيت ان سلمتوا الامر الواقع وقعدتوا بطلتوا تعترضوا خلاص برغم ان في اخطاء تحكيميه واضحه جدا. والله يعني انت عارف هي التحكيم حاله، يعني الواحد ما بيتكلمش على الحكام، لكن يمكن احنا انفعالاتنا مثلا بتبقى عمليات تقديريه، احنا احترامنا كامل للحكام، لكن بيبقى في حاجات بتبقى واضحه شويه هي تقديريه ليهم، بس يمكن ده بيبقى نوع من الحوار، يعني ان يعني احساس ان دي فاول او دي فيها حاجه. لكن زي ما انت قلت يعني احنا في النهايه لازم الحكام يعني نديهم حقهم في ان هم يحكموا بالشكل اللي يبقى يعني بيعطي المباراه شكل كويس، ما يبقاش فيه اخطاء كتير غير محسوبه، يمكن ده اللي بيعمل القلق، لان احنا كلنا منظومه واحده، وزي ما بقول لك يمكن الخلاف بيبقى خلاف يعني في وجهات النظر. احنا بنشكر حضرتك جدا يا كابتن، والف مبروك النهارده الجزيره الفوز، بالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي. شكرا ليك. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين مع حضراتكم فعاليات الدوري الممتاز المصري لكره السله، ويسعدنا ان يكون معنا نجم الزمالك والجزيره ومنتخب مصر واحد الاعمده الاساسيه منذ 10 سنوات كابتن وائل بدر. كابتن وائل بنقول لك دايما الخبره بتاعت وائل بدر كده، ومع الكرداني مع الجنيدي غيرتوا الماتش النهارده وقدرتوا كابتن عصام يعني رماكم في الماتش، قدرتوا برغم السرعه اللي عند سبورتنج كابتن احمد مرعي ما قدروش برضه على خبره الثلاثي في الجزيره. لا والله يمكن جيم حلو النهارده من الجيمات الحلوه اللي اتلعبت في الدوره المجمعه دي. فرقه سبورتنج طبعا فرقه كبيره ومعاها كابتن احمد مرعي مدرب كبير، كلهم صغيرين في السن لسه. يمكن احنا كنا كاسبين 15 بونت في الاول، قدروا هم يعوضوا ووصل الجيم ايكوال، بس الحمد لله قدرت زي ما حضرتك بتقول في مجموعه خبرات عندنا في الفرقه في الملعب الحمد لله. 20 ثانيه بالظبط يمكن اخر 3-4 دقائق حاولنا نعمل كده في وقت طويل قوي من الجيم، يمكن هو يمكن يعني زي ما بتقول انت الخبره في الاخر هي اللي قدرت تحسم الجيم الحمد لله. طلع الستيل باص وكان كده كوره طلعت كده. وائل بدر ايه حكايه الثلاثيات؟ توقف الدوري مصر على الثلاثيات عند وائل بدر؟ النهارده مش ماشيه. لا والله يمكن يمكن محطوطين تحت لود عالي قوي، يمكن 6 ماتشات في 7 ايام، ده لود عالي قوي قوي، خاصه كمان دي حاجه. الحاجه الثانيه يمكن احنا بنلعب عباره عن 7 لعيبه، عندنا رامي وجنيدي متعور، عمرو الجندي متعور، فالسوداني متعور معناش محترف، فيمكن التعب بس ممكن النهارده مأثر شويه. شايف انت يعني قدامكم 10 ايام بعد كده ترجعوا على المباراه الجايه، اعتقد شايفين وقت كافي للجزيره يقدر ينافس على الدوري ان شاء الله؟ والله احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، النتيجه دي بتاعت ربنا. انا شايف الفرقه بالعدد والامكانيات الموجوده في الدوره المجمعه دي عملنا اللي علينا، عملنا شغل كويس. خسرنا من الاهلي 2 جيم، يمكن كان ايكوال جيم وكان لغايه اخر جيم كنا ممكن نكسب. الماتشات الثانيه سبورتنج كسبنا جيمين، الزمالك كسبنا جيمين الحمد لله. ففي ظل العدد دوت وناقص العدد دوت انا شايف ان احنا عملنا نتيجه كويسه الحمد لله. هنستعد ونعمل علينا ال7 ايام اللي جايين ان شاء الله. وفرقه الجزيره فرقه كبيره ودايما بتنافس على بطوله الدوري، ناقصنا محترف وناقصنا سوداني، انا اعتقد دول ان شاء الله لما يجوا هيفرقوا معانا ونقدر ننافس ان شاء الله على بطوله الدوري السوبر ان شاء الله. كابتن وائل والف مبروك على الفوز. ربنا يخليك. شكرا كمان. احنا مستمرين مع حضراتكم في فعاليات الدوري الممتاز المصري. الجزيره كان فاز على سبورتنج النهارده، فخبره اللاعبين وعلى راسهم طبعا كابتن كرداني نجم الجزيره برغم انتقاله الاهلي، ولكن عوده للجزيره وهو نجم من نجوم كره السله المصريه. كابتن كرداني خبره النهارده والستيل والهدوء كده، طلعت 2 باص يعني عند الحلقه اول كانت بدايه مع صقر اول ما السكور قرب، وبعد كده في الكوره اللي حطيتها في اخر المباراه. اعتقد يعني كابتن عصام قال لي خبره الكرداني من الخبرات برضو اللي جابت ساعدت في نتيجه النهارده. والله احنا على قد ما نقدر يعني احنا الحمد لله اول على المكسب النهارده. احنا البطوله دي نوعا ما بطوله المرتبط بعيده عننا نتائج الفريق الناشئين بتاعنا، فاحنا جايين بالنسبه لنا اعداد. دي اول نقطه. تاني نقطه احنا عندنا اصابات كتير جدا، عندنا 3-4 لعيبه منتخب مصر، رامي جنيدي والجندي واحمد دشام السوداني، زائد ان احنا معناش محترف كمان زي ما حضرتك شايف، فعندنا 4 لعيب بيقدروا عادي جدا يكونوا من 5-6 الاساسيين في الفرقه، هم فعلا كده وفي المنتخب كمان. فانا بقول ان احنا يعني مجهود كويس قوي، وبشكر اللعيبه الصغيره ان احنا حوالي 4-5 كبار
واربعه خمسه مساعدينهم من فريق 18 و20 سنه. فبالنسبه للنتائج ان احنا نيجي نلعب 6 ماتشات نكسب 4 منهم، انا شايف انت معقوله يعني معقول. كابتن مرعي حاول يجري الملعب عشان معدل الاعمار عندك سواء انت او جنيدي او وائل، حاول يجري الملعب، ولكن انتوا برضو برغم كده قدرتوا توقفوا الملعب وقدرتوا زي ما كابتن عصام قال لكم وقفوا لعبوا على 24 ثانيه. شايف الناحيه التكتيكيه في اخر 5 دقائق كانت ازاي؟ لا والله هو اسلوب كوتشات يعني هو جري الملعب كلام اسلوب جري الملعب وانت قلت ده اكيد ده اسلوب كوتشات زائد عددا. يعني كابتن مرعي بيعتمد شويه على الدفاعات والبريس، زائد كابتن مرعي عنده عدد، عنده 12 لعيب وعنده 2 3 اوريدي هو مطلعهم بره 12، عنده 14 15 يقدر يدخل منهم 12 ويقدر يلعب بيهم كلهم. احنا زي ما بقول لحضرتك احنا 6 7 الناس اللي تحت 18 20 على قد ما بنقدر بنحاول ندخلهم 4 دقائق في 5 دقائق، الكوتش بيقدر لما تسمح الوقت بيديهم. فاحنا نوعا ما عشان عارفين ان احنا عدد قليل فبنحاول يبقى الجيم بالنسبه لنا نقلل التيمبو بتاعه شويه. هم عدد اكتر واصغر في السن فبيحاولوا يجروا اكتر، كل مدرب بيحاول يستخدم العناصر اللي في ايده. الحمد لله ان احنا كسبنا في الاخر. العدد قليل وضغط المباريات، وشايف يعني بطوله الدوري السوبر بقى اللي هي الاهم هتقام يعني خلال 10 ايام، اعتقد ده هيبقى لود على الفرق كلها يعني مش الجزيره، كل الفرق بشكل كبير يا كابتن. طبعا لود على كل ان احنا من ساعه احداث بورسعيد بقى لنا شهرين ما كناش عارفين هنلعب ولا مش هنلعب، وزي ما حضرتك عارف الاتحادات كلها هنحاولوا ما بيحاولوش، الامن يوافق وبعدين يرجع يرفض. فبالنسبه لنا اعتقد ان النادي جاله الجواب ان احنا هنلعب قبل مثلا البطوله ب5 6 ايام، كان بنمرن شويه وبنريح شويه، ما احنا مش عارفين هنلعب ولا ما فيش حافز ومش عارفين هنلعب ولا مش هنلعب. فحتى المدرب او الكوتش مش عارف يعلي الحمل ولا يقلل الحمل، يمرن ولا ما يمرنش، مش عارفين اذا كنا هنلعب ولا مش هنلعب. فاعتقد ده تدريب كويس يستعين دوري السوبر. دوري السوبر هيبقى حمل على الناس كلها، واحنا تاني هيبقى زياده لان الاصابات اللي عندنا للاسف كلها اصابات طويله، يعني اللي سافر المانيا واللي حط ايده في الجبس واللي صليبي. فاحنا يعني هم اللي قدام حضرتك دول يمكن ان شاء الله السوداني يلحقنا، واذا ربنا كرم والمجلس ده عندنا وافق ان احنا نجيب محترف هيبقى معانا محترف. اعتقد دول اضافتين لوحدين ممكن يكونوا معانا ان شاء الله. مفيش بعض الناشئين هيطلعوا ويتم تساعدهم معاكم يا كابتن في يعني يقدروا يسدوا؟ زي ما بقول لحضرتك احنا اوريدي معانا عاصم الجندي ومعانا رميح ومعانا عبد الرحمن، معانا 3 تحت 18 20 سنه، وانا بصراحه بشكرهم على المجهود اللي هم معاهم وربنا يوفقهم ان شاء الله. شكرا لك كابتن. خليك سعيد ايضا ان يكون معنا نجم من نجوم نادي سبورتنج النهارده الكابتن يوسف شوشه. كابتن يوسف بنرحب بيك ونقول لك انت يعني لسه ناشئ صغير يا يوسف، ولكن شايفين كابتن مرعي مديك ثقه ولعبك كتير النهارده وانت عندك جرأه على الباسكت بتخش 11 جيم. الحمد لله يعني لسه معظم يعني مش انا بس، هو معظم الفريق بتاعنا متوسط اعماره 18 سنه، فيعني الحمد لله 18 او 19 سنه. فالحمد لله يعني ربنا وفقنا النهارده وكان عندنا جرأه، وطبعا كابتن مرعي بيزق معانا وبيدينا الثقه، فالحمد لله يعني ربنا وفقنا وعرفنا نلعب. بتلعب 3 ولا 4؟ لو انا بلعب 1 و2 و3. لا 4 ماليش دعوه بيه. لا كفايه 1 2 و3 بس يعني. شايف الاحساس طبعا مع الدرجه الاولى، اعتقد يعني لما تيجي تلعب مع فريق زي سبورتنج قدام الدوري مع ال6 الكبار، اعتقد هو حلم حتى الواحد يتصعد درجه اولى، اعتقد بيبقى عليك لود وعليك انت اكبر مسؤوليه، بيبقى فيه حماس ولكن الواحد بيبقى خايف يغلط. شايف احساسك ايه وانت نازل مع وسط الكبار؟ والله ودي بقى دي بتبقى بتاعت المدرب، هو بيحاول يزقني كده في الاول. طبعا لا كان في برضه كابتن زاهر السنه اللي قبلها زقني. فهي بتيجي واحده واحده يعني دقيقه في دقيقتين في 5 دقائق في شوط. فالحمد لله السيزون ده يعني بدا كابتن مرعي يعتمد عليا، والحمد لله بقى ليا دور في الفريق، والحمد لله انا بشكر كابتن مرعي وبشكر كل المدربين يعني اللي ادوني ثقه في الملعب ومع الدرب. مش جامد قوي اصل الفينش عندك بتخاف في النهائي ليه؟ بيحصل حته كده ليه؟ لا مش على طول يعني مع ال 20 و19 بتخش على طول بتخلص. هنا بتحس ان في لعيبه خبرات بتبقى مقله شويه يعني؟ لا طبعا لعيبه اجسامها اكبر ولعيبه يعني كلها كبيره فبيختلف طبعا من 18 لدرجه اولى. شايف ضغط المباريات ده والبطوله 10 ايام ويخشوا دوري السوبر، شايف ده ضغط عليكم ولود زياده ولا؟ لا دي حاجه يعني كويسه لينا عشان احنا كان عندنا اصابات، فجينا باصابات قبل الدوري المرتبط، فالحمد لله بقى يعني هو طبعا الوقت قليل بس يعني ان شاء الله الاصابات دي ترجع تاني ونحاول بقى ننافس ونكسب ماتشات ان شاء الله يعني. شايف النهارده المباريات يعني دوري ربط الفريق الاول بالفريق المرتبط بتاثر على المستوى الضايع موجود الفريق الكبير، لو انتم ممكن تكسبوا بتاثر عليكم؟ هي طبعا حاجه اكيده لما المرتبط بتاعك يكون جامد ويكسب كل الماتشات دي بتاثر على النتائج، بس احنا يعني ما عرفناش الحظ مع المرتبط السيزون ده. بس الحمد لله يعني داخلين بقى دوري السوبر وملهاش دعوه بقى بنتائج المرتبط، احنا دي نتائجنا لوحدنا وان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله. باذن الله. الف شكر لك يا يوسف وبالتوفيق ان شاء الله كده ونشوفك باذن الله دايما يعني منتخب مصر الاول ان شاء الله. الله يخليك. الف شكر.
مشاهدينا الكرام، احنا كنا مستمرين مع حضراتكم وفعاليات الدوري الممتاز المصري لكرة السلة. الجزيرة فاز 80-68 على سبورتنج في المباراة الماضية، ولكن المباراة الحالية مباراة سموحة مع الزمالك آخر مباريات الدورة المجمعة لتحديد بطل دوري المرتبط. الاتحاد السكندري تصدر البطولة خلاص وهو بطل دوري المرتبط، بعديه الأهلي المصري. سموحة حقق المفاجأة وخد المركز الثالث بسبب قوة فريق المرتبط أيضا. الرابع الجزيرة سبورتنج، والخامس سبورتنج اسكندرية، وآخر الفرق الزمالك لعدم اشتراك فريق المرتبط. نشكركم على حسن المتابعة، ولكن مستمرين مع حضراتكم فعاليات اليوم الأخير من دوري المرتبط المصري لكرة السلة 2012، مباراة الزمالك وسموحة.